وإنما الشرف الأعظم لهذه الأمة حين تكون مع هذا القرآن من جهة العمل به وتحكيم أحكامه. جاء في المسند عند الإمام أحمد، والحديث عند ابن ماجه في السنن، عن زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء أي تقع في آخر الزمان، وأنها تكون عند أوان ذهاب العلم، يعني الفتن تقع وتموج بالأمة موجاً كالبحر المتلاطم إذا قل العلم في الناس. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يذهب العلم وهذا كتاب الله نقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة. هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، ما أغنت عنهم، لم يعملوا بما فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني العبرة ليست بوجود القرآن ولا بحفظه ولا بتلاوته ولا بإقرائه، ولكن العبرة في بقاء العلم، علم القرآن في الناس، هو العمل به، ليس هو مجرد تلاوته. فاليهود والنصارى كانوا يتلون الكتاب زمناً، ولكنهم مع تلاوتهم له لم يكونوا يعملون بما فيهما. فقال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فالله عز وجل بين الخلل الذي وقعوا فيه، وما أصابهم يصيب هذه الأمة. فإذا وجد في الأمة، أو وجد أن الأمة تهجر القرآن من جهة العمل به وتحكيمه والرجوع إليه في الصغيرة والكبيرة، فهذا سبب من أسباب هوان الأمة وحلول الفتن فيها. وعند ذلك يذهب العلم يذهب. ولذلك إذا ذهب علم القرآن، إذا ذهب علم القرآن في الناس، لأنه ما المقصود بالعلم؟ ما فائدة العلم إن لم نعمل به؟ ما فائدة العلم؟ إنسان يعلم، عنده علم كثير لكنه لا يعمل بعلمه، ما فائدة ذلك؟ هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم الذي لا يعمل به ينسى ومصيره إلى زوال. وكذلك هذا القرآن الكريم ما أنزله الله في الأرض إلا لكي يكون منهجه في الناس. فإذا ترك الناس منهج القرآن رفع هذا القرآن في زمن من الأزمان. وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يجدون آية، فتلتمس الآية الواحدة لا يجدونها. رفع القرآن كله من الصدور والسطور. القرآن الكريم لا يغلبه شيء، ولا أحد يستطيع أن يزيله من الأرض، وإنما الله جل جلاله وحده سبحانه إذا شاء في يوم من الأيام أمر هذا القرآن أن يرتفع من الأرض كلها، فيلتمس الناس الآية، يفتحون المصاحف وإن كانت كثيرة مطبوعة ومكتوبة في الدنيا، فيفتحون يجدونها بياضاً لا سواد على بياض. ويلتمس الرجل آية من الفاتحة فلا يجد ولا آية من الفاتحة. نسي الناس القرآن
هذا سيقع في آخر الزمان، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا أحد يستطيع أن يتلاعب بهذا القرآن من جهة كلماته ومن جهة الإضافة أو الحذف فيه، ولكن الله إذا شاء زمنا يرفعه كله. لماذا؟ قال أهل العلم في ذلك: لما أصبح القرآن في ذلك الزمان مجرد كلمات لا يعمل الناس بها ولا يلتفتون إلى ما فيه من منهج الله، لم يعد صالحا للبقاء فيهم، لم يعد صالحا للبقاء في الأرض، لأن الأهل الأرض جميعا هجروه وتركوه واتخذوه وراءهم ظهريا، وإنما نزل القرآن لكي يكون منهج حياتهم، فإذا تركوه بالكلية رفعه الله تعالى في ليلة من الليالي، يسرى على كتاب الله في ليلة. ولذلك المؤمنون الذين يبقون من بعد ذلك لا يفهمون شيء، لا يأتي عليهم زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام، وإنما يعرفون لا إله إلا الله فقط تنجيهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، في هذه الأرض، لكي يكون هذا القرآن منطلقاً للمسلمين في الأرض جميعاً في كل شؤون حياتهم. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا القرآن من هنا جاء شرفه لهذه الأمة المرحومة.